عمليه توليب كمان مش في القاعده البحريه. احنا اساسا ما ده اللي عمال اعيد وازيده. انا عملتها في القاعده البحريه عشان نزود العدد ل 720. ان الناس تقول حاجه تانية هي حره تقول اللي تقوله، لكن انا دي مش تاني حفله، دي تالت حفله. احنا عملنا يوم الخميس حفله في الريال توليب، والنهارده عملنا تاني في الريال توليب. بمعنى ان الفكره الرئيسيه اللي بتحكمنا تقدير موقف امني واضح بالنسبه لي في اسكندريه. فكره ان احنا لما نبقى جمع حد يحاول يأذي هذا الجمع بشكل انه يصنع عدائيات بينه وبين مجموعه من البشر يبقى مجنون. يعني ممكن يعادي شخص، ممكن يعادي مجموعه، لكن كتفنا في كتف بعض هو اللي بيأمننا. هذا المفهوم البسيط لو ما خدناش بالنا فيه في المدارس، ما خدناش بالنا فيه في المهرجان، هنتننا نخاف، وغير مقبول الخوف. وبعدين اللي بيخاف، انا هخاف على ايه؟ هخاف على كرسيه؟ طيب تقدير الامن بيقول لا، هل انا طالب ان كل الامان يبقى 100%؟ فين 100%؟ فين 100%؟ ولاد خالد يوسف امبارح ضرب عليهم نار، مش كده؟ هو كان عنده مهرجان؟ طيب الموضوع الاجابه بسيطه جدا يا جماعه. اللي خوف في قلبه والنبي لو حطيتيه في عربيه مصفحه هيتنه يترعش فيها يكسر العربيه المصفحه. وبرضه كنت عايزه اسال راي حضرتك في الحفله كشكل عام بعد ما انتهت. الحفله اعتقد انا قلت المره الاوليه كنا سايبين الحميميه والناس تتفاعل مع بعض ويدوب الفنانين في وسط الجمهور. النهارده كنا بنوري ان احنا قادرين ان احنا نعمل حفله زي الكتاب ما بيقول، الناس قاعده في مكانها، الناس بتطلع بانتظام، ما فيش تدخل عليهم، وعملنا هذا النموذج. يبقى احنا عملنا ما هو فكره قائده وملهمه، وعملنا ما هو الناس بتعتبره هو ده المثال الصحيح. حضرتك برضه في المشاكل اللي حصلت بعد تصنيف الدعاوى. يعني ايه؟ يعني بعد ما كان كله دعوه واحده اتصنفت الدعاوى بقت بني وازرق. لا ده هي طول الوقت كده، طول الوقت كده لسبب بسيط، لان الفنانين اللي هيجوا لنا لازم هيبقوا قدام، رجال الاعمال وراهم، الصحفيين وراهم، ده طول الوقت كده. هو كل الفكره ان انا قبلت ان يبقى عدد المدعوين الفنيين 300 في القاعده و420 صحفي. هل كل مره مطلوب اعمل كده وافسد على مصر الفرحه عشان واحد عايز يصور صوره تيجي ما تجيش؟ لا، زي ما انا قابلت الفكره ان انا جيت على نفسي في البدايه وسبت الحاله العاطفيه، زي ما هم مفروض. طب ما هو امجد جنبي اهو، كان يقدر في لحظه يمنع ده كله والناس كلها تقعد في مكانها، انا اللي منعت ده. لكن النهارده الناس يعني قابله انها تفسد كل شيء على مصر مصلحتها الشخصيه. عايزين نبطل دي بقى. صورة مصر تفرض علينا الرؤية. لو انا كنت ضامن انهم هيراعوا ده الثلاثة اللي دخلوا اضطريت ازعق لهم عشان يقعدوا، ثلاثة كانوا بيقطعوا الطريق. طب وحضرتك برضه كان في صحفيين كان معاهم التعاون، المفروض ان حضرتك قلت ان هم هيخشوا، منعوهم من دخول القاعة. لا انا ما لياش علاقة، اللي كان معاه دعوة دخل. اللي جايب بقية الأسرة ما دخلش بهذا الوضوح. هو كان اللي كان في ايده دعوة دخل. كان في واحد يعني لا، كان في مجموعه من الصحفيين معاهم دعاوي زرقاء ما رضوش يدخلوهم وقالوا لهم تقعدوا في الروف فوق. في الروف فوق، انا اللي قايل والا كانوا هيقفوا على المسرح زي الافتتاح. كنت عايزه تبقى زي الافتتاح؟ لا بس حضرتك كنت ممكن لا مش ممكن، لا مش ممكن للثلاثه اللي دخلوا، وانت عارفه انه مش ممكن. لو انت طالبه لمصلحه هذا الصحفي ان انا افسد الحفله على مصر انا مش موافق. لا بس كان في لا مش بس، انا هعيد تاني، لو انت طالبه ان انا افسد الحفله على مصر عشان صحفي يفرح بالصوره انا مش موافق. شكرا.